السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة منتخب السودان صقور الجديان في مواجهة منتخب الجزائر محاربي الصحراء. مباراة مرتقبة لا تقبل القسمة على اثنين. مواجهة هي الأولى التي ستتكرر 3 مرات في 2025 والبداية ببطولة الشان. مواجهة محتملة أيضا في كأس العرب في حالة تخطي المنتخب السوداني لمباراة الفيصلية التمهيدي من أجل الوصول للمجموعات. مباراة مرتقبة أيضا في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي 3 مباريات في 2025 والبداية بالشان. منتخبات المحليين، منتخب السودان متصدر مجموعته الرابعة على حساب منتخبات زي السنغال حامل اللقب وزي نيجيريا والكونغو برازافيل، في مواجهة منتخب الجزائر اللي حسم المقعد الثاني خلف أوغندا، وكان على صعود على حساب منتخبات قوية أيضا زي غينيا وزي جنوب أفريقيا، ثم بدرجة أقل منتخب النيجر من المجموعة رقم 3. من ينتصر ويمر؟ منتخب الجزائر مجيد بوكرة ولا منتخب السودان كواسي إبياه؟ هو المدرب المحلي وهو مدرب المحترفين، هو المدرب الأول بشكل عام في كرة السودان، ولكن منتخب الجزائر المحلي مجيد بوكرة، لكن المنتخب الأول طبعا مع المدرب الأجنبي بتروفيتش. وبالتالي بالنسبة لمباراة السودان والجزائر منتظرينها عبر قنوات بين سبورت، خاصة بين سبورت اتش دي 6. منتظرين الماتش ده السبت 23 أغسطس موعدنا، وتحديدا اخر ماتش في دور الثمانيه الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، بتوقيت السودان 7 مساء، ايضا نفس توقيت ليبيا 7 مساء. اما بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب الماتش ده الساعه 6 مساء ان شاء الله تعالى. لو انت في السعوديه يبقى الساعه 8 مساء زي توقيت مصر. بين سبورت 6 هتنقل لنا المباراه، نستمتع بقى بالماتش القوي بدني والقوي تهديف منتظر والقوي نديه واثاره رياضيه حاضره على ارضيه الميدان ان شاء الله تعالى بين السودان والجزائر او الجزائر والسودان. منتظر رايك في قسم التعليقات. توقع معانا من يمر لدور النصف؟ السودان صقور الجديان يكملهم رحله الكفاح، ولا الجزائر اللي حصدوا كاس العرب واللي لعبوا على الوصافه في البطوله الماضيه يقدروا يمرهم الى دور نصف النهائي؟ منتظر رايك حول النتيجه المتوقعه في قسم التعليقات. اذكرك قبل ما تغلق الفيديو ده ان طريقهما في حاله الفوز والمرور لدور النصف: المنتصر من مواجهه كينيا مدغشقر يواجه هذه المباراه السودان الجزائر، واحد منهم في نهائي البطوله. في انتظار الاطراف الاخرى المغرب وتنزانيا واوغندا والسنغال نحو نهائي بطولة الشان 2025، تنزانيا وكينيا واوغندا. لو كملت الفيديو معايا للنهاية فشكرا جزيلا لحضرتك، وما تحرمناش من دعمك. لايك للفيديو ده، شير، اشتراك، بلطاج، فعل زر التنبيهات. دمتم في امان الله وحفظ.